السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل النهارده الكشري الاسكندراني. أكلة شعبية جميلة جدا، بروتين، يعني غنية بالبروتين، العدس والبيض. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي محمد. حاجة كده طعمها جميل جدا، أكلة شعبية كده زي ما بيسموها بالبلدي حرشة. هنا معانا بقى يا حباب قلبي في المقادير، هو يعني بسم الله ما شاء الله حاجة عسل. أنا معايا كوباية من العدس، كوباية كبيرة من بتاعة العصير الكبيرة، كوباية إلا ربع رز. دايما لما نيجي نعمل العدس أكتر من الرز. تمام. أنا حطيت هنا العدس أكتر من الرز. معايا كوباية عدس، كوباية إلا ربع رز، أو تلات أرباع كوباية من الرز. العدس دايما بيكون أكتر. وهنعمل بتنجان مخلل بدقة بالليمون كده جميل جدا، سواء رومي او عروس، اللي هو العروس الصغير التاني اللي احنا بنحشيه. بس حاجة تفتح النفس كده جنب الاكل الصراحة ربنا. انا مسكت البتنجان الرومي قطعتها كده. اللهم صل على سيدنا النبي محمد. معانا بقى الدقة، هتبقى معلقة ملح، معلقة دقة البتنجان، معلقة ملح، معلقة صغيرة خالص حبة على طرف معلقة شطة ناشفة، ومعايا قرنين شطة خضراء من الحمرة، اللي هي عامله زي البلح، اللي هي الحمرا خالص ديت، جميله جدا في دقه البتنجان يا حبايبي، وبتفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. في بدايه الفيديو كده صلوا على النبي واذكروا الله، وادعوا لامواتنا بالرحمه، وادعوا لمرضانا بالشفاء، اللهم امين يا رب العالمين. وصلوا على الحبيب كده واذكروا الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو. اعملوا اشتراك بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم. حبايبي واخواتي، مطبخي مطبخ انا عبده، وصفحتي على الفيسبوك مطبخ انا عبده. تنوروني يا حبايبي. شكرا لكم ومتابعتكم. وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. حبايبي واخواتي في الله، اكتبوا لي في الكومنتات كده، الكومنتات بتاعتكم والله انتوا بتكتبوا لي في الكومنتات بتحفزوني ان انا استمر كده في النشر. حبايبي واخواتي في الله، ما تنسونوش بالكلمه الحلوه واللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو. شكرا لكم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. هنقطع البتنجان، تمام، وهنحمره في الزيت. بس اهم حاجة في معلومة تستفيدوا منها في قلي البتنجان، ان البتنجان بدل ما تقطعوها حلقات تقطعوها العكس. ليه كده؟ ما بتشربش زيت كتير. وعن تجربة، يعني انا عملت البتنجانة قطعتها بالطول، مش دواير، مش شرايح كده زي الخيار، لا، جبت البتنجانة بالطول لتحت وقطعتها كده ايه قطع مربعة، مش مدورة. جربوا تعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. تمام. اللهم صل على حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنعمل العدس يا حبايبي، غسلين العدس زي الفل، والرز، وهنضيف الرز على العدس وملح فقط لا غير. ملح بس على لو انتوا حابين تقطعوا بصلة وسط قطع صغيرة تدبلوها بس كده، او تحمرها نص تحميرة وتضيفوا عليها الرز والعدس، مفيش مشكلة. فكده ماشي وكده ماشي، بس انا دي طريقتي المعتادة اللي انا بمشي عليها وشغالة بيها على طول. ان انا احط الرز من غير ما احط بصل، والعدس من غير ما احط بصل. لو انتوا عايزين تحبوا تحطوا بصلايه صغيره خالص، او صغير او وسط، تقطعوها قطع رفيعه كده وتتحمر نص تحميره، مفيش مشكله برضك. انا هنا عملت من غير بصل. في ناس كتير بتعمل الكشري الاسكندراني ببصل، فانا الصراحه دي طريقتي المعتاده، فبحب ما بغيرهاش. هو كده حلو وكده حلو، بس انا بفضل الطريقه اللي هي ايه، من غير بصل. صلوا على الحبيب، اذكروا الله في الكومنتات وصلوا على النبي كده، وحطوا اللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، أحلى أكلة شعبية بقى، غنية بالبروتين، عليها بيض وعليها العدس ذات نفسه بروتين، يعني ما شاء الله. يعني احنا بقى زهقنا من الحاجات اللي هي فيها بروتين التانية، فخدنا ايه الحاجة النباتية. تمام. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، عسل. جميل جدا العدس ده، انا على طول سبحان الله بحب اعمله، عشان انا حباه الصراحة. وممكن ان انا اكله في الفطار، يعني العدس ده مش في الغدا بس، ممكن انا افطر بيه.
ده يبقى عندي مفضل وجبة فطار، لما بهف عليا بعمله كوجبة فطار. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وهنزوق الدنيا كده ومعانا شوية خيار ومعانا بيض مسلوق. هنزوق الطبق كده يبقى جميل زي ما هتشوفوه ان شاء الله. اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو، في اخر الفيديو بردك احنا حطينا البيض وزوقنا الطبق. اهم حاجة ان احنا نجرش الجرنشة في الطبق، تظبط الطبق كده تخليه ايه شكل، ما علشان العين بتاكل قبل البق. احنا بنحب الحاجة العين بتاكل قبل البق، ان هي الحاجة منظمة وشكلها حلو، نفسنا هتتفتح على الاكل. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات والارض. لا اله الا الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. وهقول لكم حاجه كمان، المقدار بتاعه كل ما تخلوا الميه مظبوطه يبقى معانا الرز مفلفل وجميل. ما تكتروش ميه للرز، لان لو كترتوا ميه الرز هيلبك هيتعجن، ومش هيبقى معانا فلفل كده وحلو، وهيمسك كتله واحده في بعضه. فاحنا نخلي بالنا نظبط الميه عباره عن عقلتين صباع، عقل الصباع كده واحده، عقل الصباع، يا دوبك العدس يتغطى حاجه بسيطه كده. واول ما يغلي هنهدي عليه ويطلع معانا زي العسل. لا حطينا طماطم ولا حطينا بصل ولا اي حاجه، هما شويه ملح بس وشويه زيت. بصوا زي ما انتم شايفين كده في قلب، تبقى زي الفل معانا حاجه كده بسم الله ما شاء الله. ما تنسونيش في اللايك بقى، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي. وكل متابعيني شكرا ليكم يا حبايبي، ربنا يكبر خاطركم وجبر يتعجب ليه اهل السماء والارض. شكرا ليكم ولمتابعتكم ليا والقناه، ولايكاتكم الحلوه اللي بتحفزني ان انا استمر في النشر. حبايبي واخواتي، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.